السودان كان قسموا كده. اسمع هنا يا حمدتي، انا بنخترقك ونخترق حنانك ذاته. انا بنخترقك ونخترق مؤسساتك. لما نقول لك انا جدير في الهاجة انا اشتغل فيك شغل بتاع مخابرات، انا بشتغل فيك شغل تقيل. اسمع تعال شوف حمدتي تخطيطه كيف. الخط الاول السيطره والتحكم لدارفور. اسمه كلام ده كويس. نجي في تقسيم دارفور وباقي بقعة السودان. كيف؟ نقطتين رئيستين. النقطة الأولى 3 نقاط. النقطة الأولى سيطرة قوات حمدتي بمعاونة من مجموعة فاغنر الروسية على مستوى دافوق الحدود بتاعت أفريقيا الوسطى. ده الخطوة الأولى. النقطة الثانية سنة قاعدة استراتيجية حربية على مستوى زرق. اسمه كلام ده كيف؟ شوف شغل الناس شغالين كيف. الخطوة الثالثة استيلاء على الشريط بتاعت الحدود الليبية السودانية امتدادا من وادي حور لحين المثلث. اسمه كلام ده كويس. اسمه هنا تعال اسمه هنا. شوف الجنجويد ده شغال شغل كيف. الجنجويد ده شغال شغل كيف. النقطة الثالثة التعاون مع قبيلة المسيرية وكل القبائل المتاقمة لدولة جنوب السودان وتسكير الحدود نهائيا. اسمه كلام ده خطير كيف. اسمه كلام ده خطير كيف. ركز معي. الهدف من ده انا جايك. الهدف من ده كيف. الهدف من ده كيف. حصر مجموعة القبائل الزنجية في دارفور وانتعاهم وإرساق قوة الحركات المسلحة المتحركة من ليبيا إن كان سواء من دولة جنوب السودان أو من أي دول الجوار. ده في دارفور. اسمه كلام ده كويس. تعال شوف. اسمه كلام ده كويس عشان تفهم يا نزل دارفور. بعد ما تم إبادتك مخطط دارفور شنو؟ التعاون مع دولة العمارات. اسمع كلام ده. تعاون مع دولة العمارات وسيطرة لكل أراضي دارفور لكي تكون أراضي زراعية كويس يستخدمها قوة الدعم السريع أو تجمع الرزيقات. اسمعوا كلام ده كويس. اسمعوا كلام ده كويس. أو تجمع أبناء الرزيقات واستخدام القبائل العربية كطبقة ثانية وكانت وجودهم ضروري على مستوى دارفور لاستخدامهم في أي عملية حرب قادمة. تأسيس أكبر شركات على مستوى دارفور وتوسع شركة جنيت. الخطوة الرابعة والأخير استخدام كل العاليات والطرق لهيمنة على جبل مرة ودار مصاليد. والهدف من هيمنة لجبل مرة ودار مصاليد لكي تكون جبل مرة قاعدة استراتيجية لقوات الدعم السريع ودار مصاليد لكي تكون قاعدة استراتيجية على مستوى الحدود بعد تمكين قوات الدعم السريع لمقاومة دولة تشاد. أنا جايك يا شمال السودان وجايك لكل بقى السودان. تعال اسمع شوف انا بشتغل فيك شغل كيف. تعال شوف بشتغل فيك شغل أفين كيف. بشتغل فيك شغل أفين كيف. على مستوى شمال السودان استيلاء على كل المطارات الحربية العسكرية كويس وإنشاء أكبر معجم للذهب بين قوات الدعم السريع وقوات الفاغنر الروسية في الحدود المتاقمة لدولة مصر. وإن مصر كانت عدو عميل لأمريكا. اسمع كويس. اسمعني هنا. الخطوة الثالثة شرق السودان. الاستيلاء على شرق السودان. اسمع كويس. وتسليمها لدولة عمارات العربية. اسمع كويس. لكي تكون هنالك امداد عسكري كويس وتصنيع حربي اللي خادمه من روسيا واستقبالها على مستوى البحر الاحمر المتوسط. تعال اسمع هنا يا زول. ابعاد قبائل شمال السودان وضغطهم وتهجيرهم لمصر. ده شغل الدعم السريع. تعال اسمع هنا. تعال اسمع هنا. النيل الازرق. تعالوا النيل الازرق اسمه الدعم السريع. قال لكم شنو؟ الورقه اللي بعديه. تعالوا شوفوا الورقه اللي بعديه قال شنو؟ تهجير كل القبائل الافريقيه المتواجده على النيل الازرق واستخدام تلك البقع القصبه الصالحه للزراعه كعمليه بتاعت انتاج زراعي وانتاج العلف الحيواني وتصديرها على دول الخليج. وتتمكن قوات الدعم السريع واستيلاء على السودان لأطول فترة ممكنة
الخطة العقيرة التعامل مع هفتر وانتشار القوات على الحدود الليبيه التشاديه. تعال اسمع قال لك شنو؟ تعال اسمع هنا عشان نوريك الافانه يا دام سري. انا بشتغل لك شغل انت ما بتقدر عليه. اول بتبات قال لك تحديد مواقع للمعارض التشاديه غرب دارفور وادي حور لكي يكون معقلا رئيسيا لكل قوات المعارضه التشاديه، وايضا على مستوى المثلث في الحدود الليبيه التشاديه. بعد استلام قوات الدعم السريع ان تلك الشيء لا تطول طويلا، وان طالت شهرين يتم امداد كل القوات وغزو دوله تشاد في اسرع فرصه ممكنه واستلام دوله تشاد، وايضا بنفس المخطط الممنهج على مستوى التقرير او الوثيقه هيتم تمكيننا في دوله تشاد، ومن بعدها توجهنا لافريقيا الوسطى وايضا الى نيجيريا والنيجر، وهكذا سيطره ابناء جنيد لكل افريقيا. تعال شوف الشفت انا ده دعم السري. انا ما قلت لك بجيب لك تفاصيلك يا اخ. همتي ده شغله كان. يعني السودان ده كله داري ينهيو. يعني السودان ده كله داري يبيدو. وانتوا صامتين كسمت القبور. وانتوا لسه في زول بيصفق لميليشيا الجنجويد. لسه في زول بيجي بخش من دارفور ولا من جبل النوبه بقول لك حتى للدعم السري. لا يا اخ. لا يا اخ احذر يا اخ. الدعم السري ده مخطط لاباده كل ابناء الشعب السوداني وتاسيس مملكه ابناء دوله او بتغطيه مملكه او الجنيت. لكن ده اساس نيفر نو غانا هابن ان السودان. ده المخطط الروسي اللي قاعد يكون مستهدف السودان وكل افريقيا بواسطه العميل ميليشيا الجنجويد بما يسمى محمد حمدان دوله. بنجيكم في موضوع وجاني خبر لكل قوات الكفاح المسلح اللي قاعد بتفرض تعمينا على مستوى الاقاليم، وهسي نزلت يا دوب في اجتماعات لكل ميليشيا الجنجويد في تحديد كيف مجابهه او مقاومه الحركات المسلحه اللي قاعد بتفرض نفسها على مستوى الولايات وهتشكل عائق حقيقي بالنسبه لهم. لازم قال يتم مواجهته. شرط في المواجهه ان يكون اي انسان تابع للدعم السريع اقلاع زي الدعم السريع، تخيير بحيه السيارات وادعاهم بانهم مواطنين لمقاومه اخوات الحركات المسلحه، وتقيير الحرب لعمليه بتاعت حرب قبلي بانه حركات المسلحه قام كافه او قاتل مواطنين وكان ديل ما دعم سري. ده مخطط الدعم السري ما اشوفه في اليومين الجاي. اسمه كيف شوف الشغل ده؟ مطلوب منك شنو يا زول؟ حركات مسلحه، جيش سوداني، شعب سوداني، كلكم جنبا لجنب. جنبا لجنب يا ميليشيا الجنجويد. جنبا لجنب لهين انتهاء ميليشيا الجنجويد. اقسم بالله ميليشيا الجنجويد انا مخترق حاجاتك ومخترق مكتب. شوف بنفاجئك ميليشيا الجنجويد في اسمه بتاعت بكره. مخترق مكتبك بتتبري اللي كان وبتاعت شرق النيل اللي كان ماسكه حسن عبد الله وشكل تحركاتك ومامورياتك وورقك كله عندي هنا. عشان انا بوريك شغل الشفت انت ما بتعرفه يا اخ. نقول لك نصمت ونشتغل. دعم سريع ده ايزي تفكيكه يا ناس. دعم سريع ايزي تفكيكه. عندي رساله لكل قوات الشعب المسلح. انا بقول لكم كلام واحد، في حاجه واحد تفكيك الدعم السريع بس. وانا داير الناس في الخاص، انا ما زول اللي بقول الكلام في العام عشان يستفيد منه ميليشيا الجنجويد. زول جد بدات مخابرتنا انا بديك شفره. اقسم بالله دعم سريع ده في 3 يوم، في 3 يوم اقسم بالله دعم سريع ما غلى غرتهم ما تبني لك. تعني في القاس عشان نوريك يا اخ دعم سريع شنو يا اخ. ناس قاعد تشارك في عمليات دوليه يا اخ. ناس قاعد تشتغل شغل بتاع دول ودول. دعم سريع شنو يا اخ؟ ده شماشه صعاليك يا اخ. انا استغربت ذاته بانه داخل المخابرات السودانيه في ناس ما مؤهلين انتوا بصراحه. ما في عمليه بتاع التحليل حقيقي يا اخي. دعم سريع شنو يا اخ؟ دعم سريع شنو يا اخي؟ تعال بنديكم الزيت اقسم بالله دعم السريع ده يطلع من اماراتك الفيران. حاجه بسيط بس ما بيكلف الدوله السودانيه مليون دولار، ما بيكلفك مليون دولار. لو بارخ يعني مليون دولار. مليون دولار ده والله دعم سريع ده ما طوله من الجهور وما تبتين يدك من دعم الخرطوم. خليكم سمارت يا زول، اشتغلوا شغل بتتأجل يا زول، اشتغلوا شغل مخابرات جد. دعم سريع شنو يا اخ صعاليك يا اخ. وتاني لشباب اللي قلت لكم طبعا في ناس القمام من دارفور جوا باتنا انتهيتوا صح؟ هسه الناس المتواجدين اقسم بالله العظيم مخطط من ابناء الرزقات. اذا فشلوا قال لك لازم يتم قتل كل انسان ان كان من دارفور، ان كان من شرق السودان، ان كان من شمال السودان، ان كان من وسط السودان. لازم تبيدون قال تبيدون ونتخارج نهدد بقعه بتاعنا. اسمعوا الكلام ده كويس، والكلام ده قلت لكم قبل كده.
يوم رفوكم جابوكم الخرطوم قلت لكم بودوكم في خطوط النظام. ناس الحس بقول لك احنا سلمنا وعملنا. ما تسلم يا زول. انت عارف تفكير بتتعول الجنيه ده وسخان، لكن تعالوا انت نديكم اقسم بالله دعم سريع بيطلع لكم بيومين وهي الدين يومين يطلع من امارات ده. في حاجه بس انا بوريك تستخدمها بس. اقسم بالله دعم السريع يطلع من امارات ونخليك والله جلدك ده يقشر زي الابدب. جلدك ده والله يتقشر زي الابدب. بل بس انت اللي كنت بل وين يا زول؟ دي حاجات بسيطه يا زول. من المفترض المخابرات السودانيه تكون جدير يا اخي، تكون جدير في الشغل ده يا اخي. وين شركات سوداتيل؟ عندي رساله لشركه سوداتيل واي تي ام، كل العملاء بتاعت الدعم السريع الماسكين مخابرات لازم يتم فتح الشركه ده ورصد كل الرسائل والمكالمات. وتعالوا انتوا بديكم ورشه كامل. اقسم بالله في يوم واحد تحصلهم 2000 قاعدين هنا. 2000 قاعدين داخل الخرطوم. 2000 دين العملاء بس. النصهم كان طلبه جامعيين والنصهم كان في التنظيمات السياسيه وانضموا على اساس اطار عاطفي او قبلي. تعال افتح شركه سوداتيل اشتغل لي الشغل ده. افتح شركه اي تي ام، افتح كل الشركات شغل ده ايزي. غرفه بس والله تجيبهم لك اقسم بالله كلهم قاعدين وين في خرطوم بنعرفهم بالنم. اشتغل شغلك يا زول. انتوا ما شغالين يا زول. وين قسم بتاعت وسائل الاتصالات ده في السودان؟ شغلك شنو انت؟ شغلك شنو؟ ما ايزي تقدر تحدد وتعمل. وين الاجهزه الثانيه؟ عشان ما يجي يقول لي شال لي سوريا شنو ما تستنى طلعوا يا زول. سوريا تستنى طلعوا اي حاجه تستنى طلعوا. نايمين نوم يا زول. نايمين نوم. ما في اي مخابرات على الدوله السودانيه يا اخي. اسسوا لكم ناس جديرين يا اخي بيعرفوا بيشتغلوا الشغل ده. كفايه يا زول كلام الفارغ. شكلوا جيش قومي. اختاروا من كل ابناء وطن بقول السودان ده شرقا شمالا غربا. والله ينجو ما يعدي يومين في داخل الخرطوم ده. انتوا بتلعبوا ولا شنو يا زول؟ تعالوا نتهد وتمكن مخطط شنو بقى كيف بس. وكم كنت تتحرك مسلح، كم كنت مواطن سوداني، كم كنت جيش سوداني تعني بس. انا بخطط لك اقسم بالله لازم والله ينجو 3 يوم ما يقعد. وهي الدين ينجو 3 يوم ما يقعد. اي زول ما شفت كيف تعامل القص. ان كنت مواطن ان كنت بس الدوري ناس تثقوا فيهم 4 نفر بس عسكري جاي تثقوا فيهم 4 نفر يا وتمكن انا ادي لك 4 نفر الشغل ده بيتم. وهالدين بفكك لك خرطوم ده في يومين يا 3. اقسم بالله يومين يا 3 جنجويد يطلع من جوهره زي الكريس. والله انا يطلع لك من جوهره زي الكريس. يقول امير يقول اي حاجه بيطلع لك زي الكريس يا زلمه. بيطلع لك زي الكريس. هو يا جيش السودان اللي بخشوكم ده اقسم بالله يمتلك لك مسك سلطه الله بركب كل سنه وهو انت اهزوا اي زول قاعد باخذوا من الشتاء مصر اهزر. واي ابناء دارفور الحالكم في معسكر لاجئين معسكر نازحين كلام فارغ قاعدين ما دام سريع اطلع. ده ماليشيا قبلي بتترزقات. وقاعد نقول لكم ده شيطان بتتخرن ال 21 الليله. انت في فاشل في نياله في جنينه في تويله في كورمه في مناوشه في اي محل. ويا ناس وادي ده ما فاضي. زيد حاجاتك واشتغلوا. تشتغلوا شغل بتتفزع. تحياتي لكم الجنينه. بحبكم يا سوار، بحبكم يا مناضلين، وبحب كل ابناء الشعب السوداني. ان كنت في الشرق ان كنت في الشمال ان كنت في الغرب. زيد حاجاتك يا زلمه. زيد حاجاتك وجهز نفسك بصراحه شديد نقول لك. الحلب الخادم ده انا ما اقدر افكك لك على مستوى الاطار الدولي. تفكيك همتي اخترقت غرفتك نكون معك من الاخر. تعالوا شوف بكره يطلع لك حاجه همتي نخليك تجي واي يا صاحبي. ده شغل يا زلمه. اخترقت غرفتك والله بكره نخليك تجي واي. انت ذاتك لو ما غبي شغل ده شنا عادي نورك شنا كيف. انت ذاتك لو ما غبي عمليه التخزين في زواكر محموله في ايادي السفارات بتاعك. عمليه التخزين في ايميلات قد تكون ايميلات حشه. شغل هنا يا زول معلمين شفاته اختراق مخابرات دنيا كده قدام بس. والبل والويل للجنجويد. كلنا سودانيين. سودان اجمعنا كلنا سودانيين متماسكين ضد ميليشيا الجنجويد. ابقوا عافيه. تحياتي لكم. ان الجنجويد شيطان القرن ال21 لابد من انتهاء شيطان القرن ال21 اللي قاعد يكون كابوس داخل الدوله السودانيه.